واحد ومسؤولية الكبار أن يعلموا الصغار. واجب العلماء وواجب أئمة الزوايا أن يتواصلوا مع كل إخوتهم من الأئمة. وليطمئن الإخوة أيضا، لم نعد ساكتين على نبذ النابذين أو كشح الكاشحين. لم يعد هناك متسع أمام المنكرين. نحن في الماضي كنا نتغاضى عن كل جرم وعن كل نكر ينكره علينا أعداؤنا، ولكن بما أن ذلك صار يمس التلاميذ فقد أظهرنا في وجوههم الأقلام إن شاء الله. an fana y'an ka kalimu fɔ si n'i y'a sɛbɛn a bɛ segin ma n'i y'a fɔ a bɛ segin ma wala o wagati o sera ni ala ka jɛ. ليس معنى ذلك أننا مستعدون أو لزرع الفتن لا. أقول والله بليلو كما نقول فوق ما يوي والما في الشركة ما يوي أي أقول نحن لا نرد على الشاتمين. ولا نرد على القادحين. ولا نرد على المسيئين. بنكران علمي يستحق الرد العلمي أجبناه إن شاء الله. فترات الطريقة الحموية التجانية لله الحمد غني بالردود وغني بالأصول وغني بالأحكام المنبرعة عن شرع الله. ولكل من له استشكال أو سؤال أو استفسار أن يتوجه إلى أي زاوية برسالة مكتوبة فيها كل استشكالاته ولا حتى ولو لم يرد أن يذكر اسمه، فنحن لا نخفي شيئا. هذا ليس تبجحا بعلم، نحن لا نتبجح بعلم، نحن نتكلم بالطريقة الحموية التجانية غني بالعلوم والمعارف. نظرا لله الحمد لليقين الصادق الذي يتمتع به أبناء الزاوية الحموية والتجانية، يستطيعون أن يقولوا أنهم في تحد كامل لكل منكر، فمن لديه إنكار فليأتي به، لأن ما لدينا هو الحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه.
بين كونيا إمام يقاميا لبوتا مولو بوتا مولو وهذا أمر أثبته التاريخ لله الحمد. وقد واجهت هذه الطريقة من المنكر ولكنهم كلهم عادوا طائبين. عن المنكر تامن يروحون من يرفعوا يدون باوي نقوم بينهم كوفي ولبسكين وجد الله كله لغة ينتظر. وكانت الردود لله الحمد ردودا قاطعية أو قاطعة، وهي معضدة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن من قال كل ما لدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من له إنكار عليه أن يبدي ما لدي. إذا كان أحد يستطيع أن يحيد ما لدينا من الطريق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي به. أو أبلا جلين القرآن كله أن على كذا كيف يقولون تجلسه نيم مغامي ما أوفى بيا والمني كوامي كي أحسابهم كذا ناي أبي يوم من أبا كوفا يراينا أنقى ما تجي على كوف أكرمه. رأينا يعني بعض من يتذرع بالوهابية وغيرها يتكلم في الإذاعات بالنكر عليها ويتكلم بكل شيء، ولكن لم يستطيعوا أن يواجهونا. فكان تقبله أو استقباله لهذا الرد من الصاعقة عليه كما قال الذين أتوا بالرسالة. لم يعتقد أننا سنرد عليه لأنهم اعتادوا على أن يشتمونا وأن يسبونا ولا نرد على إساءتهم فكتبوا، لكننا نرد على الكتاب. Aku munya to opera porque nimbala nada. Aku tanyina ko ambina pendo aku to la sa de sebeni. Porque udde lendo ka fonu dai biro ke kadide to ke kadide. Yete ka sebeni kaka. Ya para. وبعد ذلك نعلم أنه يود أن يقدم إلى شيخنا الخليفة ويعتذر بسبب ما صدر منه. Aku ay sebendo la kana buefe kwa ile ba fe kana buefe kana akal strategie kana ya fadilike kwa ba ko fe ayo de la kana buefe. الغرض من ذكرنا لهذا الأمر هو أن المنكر قد ينكر ولكنه لا يستطيع أن يثبت ما ينكر. هذا كله من باب أن يعلم كل أحد من التلاميذ ولذلك نحن نبغض المنكر لأن الحب يكون لله في الله والبغض أيضا يكون في الله. وليس هناك شيء دائم، ليس هناك حب دائم ولا بغض دائم، وكل ذلك مربوط بالعلة. فإذا كان المنكر منكرا نبغضه من حيث إنكاره، ولكنه إذا ما عاد عن إنكاره غدا صار أخا لنا.
ko ambe fendo koniya tuma be o koniya te ban walma ambe fendo kanu tuma be o kanu te ban ako fembe mi fem koniya yi abike kunu de kama o kuma na misali ambe mu ka tabi ka ta ka ko na yi mun kiyan dabla an ba koniya wani kam o kuma na ka koniya fana ban suna كما أن الكافر إذن وكل المسلمين إخوة. الله هو بيت من بيوت الله. كثير من التلاميذ وللأسف الشديد يترشحوا بعدم صلاته في المسجد. أنا أقول للتلاميذ طريقة شيخنا أحمد رحمه الله. هذا ليس من طريقة شيخنا أحمد رحمه الله. يعني التلاميذ أنه إذا كان هناك سبب مثلا نحن هنا في يمنا ونعلم كل ما يدور في هذا البلد. فإذا جاء أحد ليبني لنفسه صيتا أو ذكرا وبنى مسجدا لغرض أن يشق به عصر جماعة صار مسجدا ضرارا وكفرا. wala sa ki togo bo ki yere bo ka jama fara ka slamo ko do yona ko o kuma na ke ka o misri jugo mi fora ala bolo no ko islamaya to misri ita misri be wele wala. أما إذا كان مسجدا بني لغرض صالح وهو الصلاة وإقامتها وجمع المسلمين عليها وإمامه رجل صالح من المسلمين لا ينكر على عباد الله بين الإنكار على شيخنا والإنكار على التلاميذ. أريدكم أيضا أن تعوا هذه الحقيقة. أولا كما نمسري كيرا أبدا هو الجورا كم كما كم يكون الجورا لحالا كما لحالا نماي كسلامو دو تكلين في ودكلين في كسالك على يبو على يسالك نام بتومنا مهم بسالين أو مسري نو المامي ويه ما من تيم ما يومان كونيا ko danfara dɔ bɛ wa sɛgina kɔniya ani kalandenw kɔniya ni ɲɔgɔn cɛ o ye danganiya ye ni ala sɔnna a da bɛna sɔn ma o kɔni o ye misiri ɲuman ye o bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a ɲɔgɔnna bɛɛ ye misiri ɲuman ye. سوف أشرح الفرق بين النكر على الشيخ والنكر على التلاميذ ولكن أتكلم الآن في حال المسجد. كمانا من أصلنا ما danfara min bɛ kalanden kɔniya ba ani shafawullah kɔniya ba ni ɲɔgɔn cɛ a ma ɲini a da bɛ se a ma nka an bɛ misiri kuma na fɔlɔ. مسجد نعلم من حاله أنه بني للشقاق بين المسلمين لا نصلي فيه. misiri min ba kalama ko ni misiri jogun ye ka silamɛw fara fara o kuma na an tɛ sali o la. ولا يجوز لأي مسلم الصلاة فيه. ضرب لنا مثلا في بداية الإسلام. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قادما من مكة في الهجرة صلى في مسجد قباء
بنوا مسجدا ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه. وأتي ولا زوجنا من أوفرانية مسجد الجو من كراولي وباينا في أكتا فرنسا أكتا يوكا مسلمين. وبما أنه من علامات النفاق التخلف عن الصلاة والجماعة أراد المنافقون أن يبنوا هذا المسجد لكي يكون ذريعة لهم يتخلف فيها عن الصلاة بعذر أن ومن الناس غير كما سلم مندويه كفرسلامو كو مندويه وكما وفلاني مسريجو كاوكيشي ودانيه ولك سبب نامتا وطلع نغما يريد لك بوتو بانيوا. فلما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليه ليصلي فيه الله كرام أيال لجني كتاب المسلمين وجاءوا من لفاقة سليم نزل عليه الوحي من الوحي من على كتاب فقال الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا. وحي يكون على كرام إن كان يجو مسلمين كلهم بدا ya wuyin ko misri ko annana ka islamu ya tsoro annana fana ka kafir ya dibi a ku fana yin ka islamu ko da yana. فلما أراد الله أن يذم هذا المسجد الله يعلم إن كان مسري لقوسي لم ينفع عنه لم يقل بيتا أو دارا أو كوخا بل قال هو مسجد ولكنه مسجدا ضرارا وكفرا. من على بابك لقوسي أما تقول لهم أما تقول بونين بيزي ولا بقصونين بيزي ولا قوام بيزي أموكو aya fokol ngam mangudo bimbe ayo di foka faraka lamaw islamaya to sri lamaw aw farafa yo yo na sri wa aya la ko sri ko ni ma to ile ليست ولا في الشكل وانما هي في المضمون كل ما بين جدي من اليوم وكتوي ولي أنا مين بقول لما دي بقول تعالى المسجد الصالح قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم والآخر قال مسجدا ضرارا وكفرا. إذن المضمون هو التقوى من هنا في المسجد الصالح والمضمون في المسجد الفاسد أنه مسجدا ضرارا وكفرا. ako ga ta misri min be no ni aju jora ala nya saraya ka tayene da be to ile nga ay min foya ayo tan ni ala nya saraya ye vela fana ay min foye ayo fo ko e tora misri min tora be islam yo. وبما أننا سلام شيخنا أحمد رحمه الله لدينا قواعد في هذه الطريق فأقول لكم بأن حكم الطريقة في هذا الأمر أن مسجدا علمنا من حاله أنه مسجد لتفرقة المسلمين أو أن إمامه مكرانا واضحا على الشيخ رحمه الله لا يجوز لنا أن نصل. ودي مصر مثل نجال حالته أشوف الإنسان كابو مغم بسجن مصرية مكري له أشوف الإنسان أتيب أني أنك سلاكنا وحلو تنبيه لما يرسمان سلاكنا. ومسجدا صالحا وجماعته كلها منكرين لكن إمامه غير منكر نصلي فيه فلا عبرة بالجماعة وإنما العبرة بالإمام. وقلنا كيلو مصري أمباردو أقولنا فاليو بمؤمنا بمنكري نميني ألباني كليني قد منكري وكلام يوم فما سليالا ويقول ليني ألباني دي. ومسجدا نجهل حاله ونجهل حال إمامه نأخذه بالنية الصالحة على أنه مسجدا صالحا. وننظر بالله أيسلمه أما تقولون ننظر بالله أنت تقولون أو من أنك من نعني ما يفعله بس كمسير تقبله أنك سليه ين أنك دومينه. ومن عمل في الطريقة بخلاف أمر شيخنا أحمد رحمه الله فأحمد رحمه الله. ما من يبارك طريقة كله كسر من إشارة الله كيامريه من تحت التوي كتوي إشارة الله النبي
إيربي بيحويان لدي ومن عمل بعقله في أمر الطريقة فقد افترى على الله الكذب. ما تراني حتى الله طريقة كوينة من على تاي ينقلون على الله. فاتقوا الله واعلموا بأنكم بحاجة إلى هذه الطريقة وبحاجة إلى التربية فيها، والطريقة ليست بحاجة لكم. أو مقول بالطريقين أو دكادون كأو دكاكوروتا سيدو طريقين أو كادون كطريقين مقول أونا أكاكوروتا يبصرنا. حكما من أحكام الطريقة يعمل به، فمن علم حكما من أحكام الطريقة فليعمل به. من واجب إكبارا كني وكريدوني. وإن جهل حكما سأل عنه. والحذر من إعمال العقل في غير محله. أباك غرمدا ما كرتاني إلى حق الله يتي وجعل قوي إلى حق الله يتي وجعل قوي. التلميذ عندما يضع سبحته في عنقه ويمر من جانب المسجد ويقول أنا تلميذ شيخنا لا أصلي في المسجد. فبأي حجة؟ إن أي أحد آخر سوف يقول لأن شيخه ربما أمره بأن لا يصلي لأن التلميذ عادة يعمل بأمر الشيخ. هنا قد سب شيخنا أحمد ويكون هنا قد أفسد في الطريق، ويكون هنا قد تسبب في جفاء المسلمين لإخوتهم من الحمويين التجانيين. إنما يريده شيخنا أحمد رحمه الله من تلامذته أن لا يمتازوا عن باقي المسلمين بأي ميزة. وإن التلميذ الصادق الواصل هو الذي يستطيع أن يخفي ورده ويخفي أذكاره حتى لا يعلم بها غيره. أقول كلامي يوم من يتغير أدوي هل مغامي بسيطة أو كلام تقول ما تبغى كلام أنه لازم أقول بيكال لجمعي وأتولين على الفنا. لأن طاعة الله أفضل خفاء من أن تظهر لما في ذلك من الرياء. على بدو سورة النافلة إكو كي تقولا أو براديكا بون كتمي إكا كي كنيكا. إخوتي في الله، لقد ابتعدنا كثيرا عما يريده شيخنا أحمد رحمه الله. شيخنا قال لي أنيا أبلا يرجع أنجنا كله. علينا أن نقتدي هذا الابتعاد. يروجنا من كذا ليننا أنكل يروجنا عند بلا سانغسونيا أتمسرا. وأن نعلم أن كل ساعة من العمر زائدة فيه ناقصة في نفس الوقت. أنا ما دي إشي فين في منا فراكا إيه نقوله إكادو كو فنانغورا يسيلالي أنغوري لو. فالتلميذ يكون صادقا أمينا، يجب أن يكون قنوعا، يجب أن يكون صافيا. هذه اتصال يعلم أنه لم يتمكن من اتباع الطريق. من وجد في نفسه تغيير خاطر
أو مقاطعة لأحد إخوته بسبب أمور الدنيا فليعلم أنه بعيد من تربية شيخنا أحمد رحمه الله. لأن شيخنا أحمد رحمه الله قد جمعنا في الله وأمور الدنيا تافهة زائلة. فإذا كانت هذه الدنيا التافهة الزائلة تزيل وتفسد ما جمعنا في شيخنا أحمد رحمه الله من حب الله ورسوله، فهذا يعني أننا قد غلبنا الدنيا الزائلة وإداية التلميذ لأخيه التلميذ هداية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحذروا من حبائل الدنيا واستحذروا من القطيعة فإن القطيعة مفسدة للطريق. لأن المتقاطعين في أمور الدنيا بعد 3 أيام irmana nyuma nyawo nyuma nyake ini ma ko le pesa ba ka utigile ndo nyo na islama ika nyuma nde ile santa abadan kumba ndo be luke fara usebe kumba fuye wala ba fuye nunu mo fla ko ni ay nunu ta toyon kolo fuye re ka ben kolo wakati فإذا بادر أحدهما السلام على أخيه بقطع ذلك konka mɔgɔ fila min fɔlɔ mana awa tigɛli ban joona kelen ye hali n'a kɛra ni asalamu aleykum fo de a bɛ ɲuman sɔrɔ parce que ala b'a siri ko karata ye ba ɲuman ye parce que a ye tigɛli ban. فإذا رضي الآخر منه بذلك رفع عملهما معا. ni y'a ban ni min fana y'a minɛ k'a fɔ e y'a ban an k'a ban o kumana fana ka baara bɛ yɛlɛ nka ala kulli hali min fɔlɔ y'a daminɛ k'a ban o ka fisa ni ye. وإذا أبى بقي عمله معلقا. nka ni ale banna halisa ni kɔni y'a ban ayiwa ale ka baara de bɛ to an sa dɔɔnin bɛ de. الفرق بين النكر على الشيخ والنكر على التلاميذ. a kun ye kuma dɔ kuntigi k'a fɔ seku kɔniya ani kalandenw ka kɔniya a ko a bɛna ni an ye o yɔrɔ la sisan. اعلموا أن التلاميذ كلهم لو اتبعوا شيخنا أحمد رحمه الله كما يريد لكانوا كلهم أقطابا. كلهم أقطاب. أقول كلامهم أم بلا جيل وفي بعض منهم نقول إن شاء الله والله نؤمن قوم أفوراني تؤمنا قوة الجواتي قام بهم بكتبه. نحن كلنا نعلم بأن من كبار تلاميذ شيخنا أحمد رحمه الله إن لم يكن من أكبرهم امراض أحمد طالب. نعم لا نقول امراض طالب هل كلامهم لا بلبلته أما دون الكلام بلبلته فهو مقدم المقدمين. شيخنا كمقدم من دوي عليه فنا
لا يستطيع أي مقدم أن يعطي الورد بحضرته. أكمل أقول لك كريكريفونا كاسو عليك كيلو كنكا مقدم سيكا لو بدي. فسوت لذا ولست متبعا. وقد وسوت لذا ولست متبعا. أكو قصيدة دولا أكوني بنتيجيا. إنك نيرتي أبتوباي. فإذا كان الامرأة تقر بأنه ليس متبعا. أكوني مرابطا يرين وانا يافوكو عليك سكتي بتوباي شيخ الله لا. فمعناه أننا إذا قلنا بأننا لم نسلك خطوة من طريق شيخنا نكون صادقين في ذلك. أونكو هل أوما كولونيغا فرولين وانا كشانا كسلا أو ما أفهم ما قالوا تيجي عليه بوكو عليه مسي ومن عندك وما دمنا مقصرين أن كل ما ينتج عنا من عمل قد لا يكون كله مستقيما. ومن كاسرو أو فرق ليندو شغلنا بدو نيمانا أو من أباي رفنا أنت تكيف بدو نيماني وأنت تكيف فنا كلا نيما فنا. وبالتالي إذا أنكر أحد علينا ما نفعله فربما يكون ذلك من الفساد الذي يمثل فيه رحمه الله. ولذلك قد ينكر علينا أحد ما فعلا يراه فاسدا ربما ذلك الفعل من غير فعلناه من غير أن نتبع شيخنا أحمد رحمه الله بما أمرنا به. أو بدو باللباس رحمك مقولوا بأكوني عنه وتينا فنا قلتوا فنا بيجي قلت شرنا كباري ما بس كنا نقول كنا نديهم كوني با شرنا كوني با قلت أفرغوا لنوجه وأفلي دون قلت كنا لماذا هم في مو باكونيا قلت جير اللباس وفين فنا قلت شرنا كباري ومن ذلك التلاميذ يشافون المسجد بذريعة أنهم تلاميذ شيخنا أحمد رحمه الله. يسوني أنبا من قصيدة كلاندين دو بيجرمانيا مثل لا كوباس كنيه شيخنا كلاندين. يسب بعض التلاميذ الذين يصلون الجمعة. أكو أدوي فنا إذا كلاندين دو صلوا وكلاندين مولا ونيني كوباس أقول بالجمعة سجى. لذلك مخالف لطريق شيخنا أحمد رحمه الله. أو كجمع سلّن نيم والما كذا مثلنا يكلا نيم كون بيشغلنا كسرة حكم ويا لأن حكم الجمعة ليس شيخنا أحمد رحمه الله من اصطنعه وليس هو من أفتى به بل كان خلافا بين علماء المسلمين ولا زال قائما. أقوى مية جمعة فمن يغنيه وتكون مشغلنا بيو وتلان قبلي سماه الله يا سرو جمعة فمن يغنيه دون ما يغنيه أبي أياسر أبي وهل أبي. كثير من العلماء ألفوا فيه كتبا وهم ليسوا تلاميذ ولا كثير. أقول لكم ما يسمى منه ويا يرى كوكا جمعة الإسلام قاتي بي قلت شغلنا إلى تقول له متادو إلى قاتي. الجمعة اختلف العلماء في أحكامها في حكم وجوبها. واجبي من واجبي لو تقولي فبعضهم أوجبها مطلقا من غير قيد ولا شرط. عملا بظاهر الآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ni sali welela o kuma na bela dele ay to an ta sali بعضهم قيدها بشروط يفرق على كوشا دو بينو تفا o kuma na aina an ta sali wendo mo tafa o kuma na hamadu مستنبطين حكمهم من الوقت الذي بدأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بالناس. وين فوتوكي ما فوقهم بده وكان يجري يا فوني شيء ده كون ده نبيل وقت من على كريا دم لك الجمعة سجى ووقت جديد. لأن هذه الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. ونبيني كوني جمعة ولا أي ما سجى أي جينا كمني على كريا مكة صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسالة إلى المسلمين المهاجرين في المدينة بأن يصلوا هم الجمعة
وهو ليس في مكان يستطيع فيه أن يصليها. أي جبلة أي سبي كادم وما كادم من أقوم أو كاسلي سكمنا وتعطوني سكا جمعين سيقولون. فاستنبط العلماء من ذلك حال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة على كرام بتشوفه من مكة عن إسلام بيورو منا صحابه بتشوفه من المدينة ولي أدلام تبوغا. ووجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في قلة من أصحابه وهم خائفون بسبب فتنة المشركين لهم. ومن هو نيا على كراينك أبي مكة أسرانندو وجمع منجا ومن أكانك يسوي ونكافرون نجوانجي ونكامعينك. وفي بلد هم فيه ضعفاء لا يستطيعون تطبيق الشرع. إذا كافروا كيا مريم وننا إذا على كسريا كي كل أفورا تومنا كومنا أو كوهم فنبوليك أجولا. وحتى أنهم حصروا فلا يصل إليهم غذاء ولا ماء. أبو أدوية لا أدون كما ودنا على كرنا كم هوني تيجي ani dumuni ce o do kelena fana islaman do be madina o to kelena جماعة في كثرة ولديهم كفايتهم الاقتصادية فندقوا ولو أو نيوين نقولوني أن فصل سراي نبي سكوا تكادوني ولديهم قوة يدفعون بها بأس الأعداء. وبهذا فبهذه الشروط قال من قال بهذه الشروط أنه لو كانت واجبة مطلقا لصلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة في مكة لأنه يصلي الظهر والعصر والصبح والعشاء. أومنا منكو من يشاف في آياتنا ولود كوتا نيا سرقو أنك كدرون لكندو أدرى على كراية لما نيا على مسكاتي بس أشياء ما تفعلها نيا آيات كتاب مجيد أومنا أشياء تفعل ولا حتى تأتي بدلا من الظهر لأن الظهر هو الأصل فهي لا تستحق الظهر إلا بتمام شروطها عند من يقول بالشروط أنه إذا توفرت هذه الشروط وقد لخصوها في جملة واحدة هي أن شرط التجميع ثبوت التشريع. شرط إقامة الجمعة هو إقامة الحدود الشرعية وما لم تقم الحدود الشرعية فمعناه أن نعود إلى الأصل للفقهاء. وبيني آية واجب لي على كرب مكة أبي فنسلي أبي لا ترسلي أبي فسلي أبي صومك يا أبنتي بجمعة إنني أيوب بلا كتايا بي أقمنا كايا جمعة بكي كسلي فنا دي فلي أقمنا ولوكو شرطي دبالا جمعة شرطي جمعة واجبية شرطي دبالا وشرطي دفابلية على كرلا أقمسلي فنا سليو ودي كما يالي مدينة كوما الدفالي أولولا أقمنا ودي كما أولولا بي أقمنا ninde oluga hakille ka foko shafti de juma gola min ko hakille ni uga ta ni dai defi fen korwa fen de min qur'an abi ka ba مطلقا لما كان هناك تسامح في من تركها مرة واحدة أو اثنتين أو ثلاث لأنه قيل أن تم الوعيد لمن تركها ثلاثا لم يأتها خشية أن يطلع بطبع النفاق فلا عذر في ترك الفرض لو كانت واجبة مطلقا فلا عذر في هذا الترك. هو أتيجي فرداي تقوم بالنشاط وكيلو وكذا يورين ولي هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو نمامي الجمعة سيكلي سيفلا سيسبا وكمان عين يعناتا فودلا دون تيجي سيدالا فردا تولي جنوري هاي بوسي سيكلي يعناتا بالا niya ya kuma ta ko siyan saba o ba yira de ko shafi de bala niya ya anana ko ni asira siyan saba ko ni mata anya ngata ko o ko ye mau kanata na fiu kasrafi no juma sali tabaliya ye kasoro au ya na bi wuro ai
إذا فاته الوقت بسبب شرعي بعذر شرعي يقضيه. mantora kama mantora mbe lulu sharia ba be yi ka sali to ni moatina iba sarate وإذا تركه عمدا يصليه يقضيه مع الإثم. ومني تبقى فردا توين هل سين كلين كاسلو كونسيدالا إبا سرا واجبو بلا فنا. ولكن هل قائل بقضاء الجمعة؟ حكمنا ما جالي مغول صار لك عفو كوني ما مي تبقى جمعة توين نو سين كلين كوني إبا سرا كوني بفنا بلا. إذا كنت مسافرا أو مريضا ولم تستطع أن تصوم تقضي لأنه واجب. أما الجمعة فإذا كنت مسافرا فلا صلاة عليه. وإذا يعني كثير من الأعذار غير مقيم في بلد أو بلد لا تصل فيه جماعة أو كذا لا تقصد جماعة. أقول مثالية ني تامنا سوق للإسلام سيبا سوق بين إباسرة. ngam misali ko mo be de be dugula juma de dugula yeli ba sarawa ibe tama senga ina na juma dugula nga isilente no de finani ken no yeli ba sarawa tan be wajibi kawa donc man tora chama be no yani minum ko fardate tenno ko kundo de bala shabu man dafade abika uluka daliyodi dima tay gafa ya. ومع ذلك يبقى هذا خلاف فقهي فمن أو الكل مأجور بإذن الله تعالى. وين دي كفر فين قراتي ني ما بيغا حكي لا دي كفم يكرا نفسك سالي ام بتلي بي بس حكي لي سيغلنا فوي تنسو ديغا سالي ما من فنا منا فم يا بتلي بي اما غا سالي بس كو ما دفا ديغا سي ما قراتي فين قراتي ولي ما ما ياكي ني لا كما ديغا فراجي دي على سنه. واعلموا ان شيخنا احمد رحمه الله لم يتكلم في امر الجمعه. no wara be min da lo ka lande ko ay sharia kiri be faji ko ambe sharia bina kunga abe sagina ya tare hako. وحاصل من امره انه لم يأمر بصلاتها ولم ينهى عنها وبعض تلامذته يصلون الجمعه وبعضهم لا يصلون الجمعه ولا بأس. min ka shara nan yana be ne amma dilika ko kala ne ay banga juma sali dilika fu ay juma sali to yi bela jelen ba don aka kalanden do ba sali amma ko kana ke min ma sali amma ko ay wila ka sali. فمن أساء على أحد إخوته بسبب صلاة الجمعة فقد أساء على شيخنا أحمد رحمه الله. ما ني نونا كالندون توروني جمعة كوي أي جمعة سلي مي أو كنا جمعة سلي وكنا كي شغلنا تورودي. ومن هجر المسجد بغير الأعذار التي ذكرنا من شيخنا أحمد رحمه الله فقد أساء على شيخنا أحمد رحمه الله. ما ني مسجد توي كاجويا كاسو أني كومي فوتي كو أي شغلنا كالندي يشغلنا تورودي. ومن شاف المسلمين من غير عذر الإنكار أو الكفر فقد شاف الحق وقد أساء على شيخنا أحمد رحمه الله. أما إنه يسلمه هواي ونمو فلفين أكمنا كافو أكمنا يسلم يسورو لإيه خلقه فلن يكرم مطورو. فإما أن تتعلموا الطريقة وتعملوا بها min kwani an ka tariqan kalan an ka barakena ye وإما أن تسلموا أنفسكم وتسلموا الطريقة من أعمال العقول بغير حق. وإما أن كان يريد كطريقتي أو أحد لما كسرت يتعمل أن كطريقان كلام كباركنا ye وإما أن كان يريد كطريقتي أحد لما كسرت يتعمل. الوقت اقترب. إذا كان الإنكار من المنكرين علينا بسبب هذه المخالفات فها نحن ننكره على التلاميذ. أما إذا كان النكر موجه إلى شيخنا أحمد رحمه الله فهذا هو النكر الحقيقي. koni mami ga mungriya kera ni na nyo na ukama ko olu ire bui fana ko kuriyo
ko ngani ga mungriya kera abin yi sin ka tashi amma wallahi ne ko mana ko ne yana baka ni ke kalandin ko ya fin kama kamo bi man je febe da oliyo da fanante ko ke kalandin ko ko إذا فعليكم أن تهتموا بمعرفة الطريق. وعليكم أن تهتموا باستحضار الشروط التي هي الميثاق بينكم وبين الشيء. وعليكم أن تعملوا لرص الصف وتقوية الروابط بين الإخوان. أنك الصفا نو يانغ أراين أنك نورون يغنا أنك سيمدوالا أنك أو أني يغن جسريو أنك فما كسري لأن سر القوة في الوحدة. وأنا مية فانك بنو يري أبيك كلمة جادلا أبيك كلمة جادلا والابتعاد على طريقة فلنا ويك كلمة